بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، صباح الفل عليكم. ان شاء الله روتين النهارده نتمنى يا رب يعجبكم. نتمنى نفيدك كده بحاجه بسيطه. دخلت المطبخ، هنعمل كده محشي، هننضف عندي، هنعمل برضه ودلاب بنتي هنسويه، هنعمل معاكم اكل يعني نتمنى ان شاء الله كده روتين النهارده يحفزك بحاجه بسيطه تقومي تتنشطي. خدي الطاقه الايجابيه. محتاجه الطاقه الايجابيه تاخدها في مطبخك. حب المطبخ زي حالاتي كده. بصوا بقى، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت هنا الحله دي كنت مولعه عليها عشان هنسلق فيها فرخايه، تمام كده. وكنت مسبكه الطماطم عشان هنعمل محشي برضو. هنعمل محشي كرنب. كنت جايبه اللي هي بصوا الطماطم لازم تكون حمرا. لما تقولي محشي كرنب لازم الطماطم تكون حمرا. هنا خدت بصله، خدت طماطم، عصير طماطم برضو، ملح، فلفل، ورق لورا، تمام ماشي، برضو حبهان، تمام ماشي، عشان عايزه الشوربه تبقى دسمه، عشان هناخد منها للمحشي وبرضو يعني تبقى شوربه حلوه يعني كده. ساعة ما بنقول بقى محشي كرنب لازم الطماطم نجيبها حمرا، بصوا طيبة جدا عشان تبقى حمرا وحلوة كده، مخليها احمر وحلو كده. وجبت كزبرة على شبت على بقدونس، حطيت مكعب دجاج، فلفل اسمر، ملح، كزبرة، كمون، بنكتر في الكمون، تمام كده. كلكم بتعملوا احلى حاجة، بس كل واحد ليه طريقة. انت لكم طريقة، انا ليا طريقة، كلنا بنفيد بعضنا. ربنا يجملها بالستر يا رب العالمين. قلبت تقليبه حلوه بقى كده، وقعدت في الارض زي ما انتم شايفين البساط احمدي كده يعني. كنت جايبه كرنبايه عشان يبقى المحشي تحس ان انا اصلا قاعده ما بنعملش حاجه، بنبقى سلق الورق من بالليل. تمام، ساعه ما نقول محشي نبقى مثلا مخدعه وسلق الورق من بالليل، نيجي تاني يوم على اللفه على طول. بصوا بيسهل معايا خالص، اكني ما بياخدش وقت واكني ما بنعملش محشي. عشان انتوا عارفين الكرنب بيبوظ غلبه شويه، فبنيجي سلقة ساعة ما بنقول مثلا هنعمل خلاص محشي من بالليل، سلقة الورق ان كان بقى ورق عنب، ان كان بقى كرنب، على حسب ما هنعمل. قعدت بقى فرشت في المطبخ زي ما انتم شايفين. بصي، انت محتاجة تحب المطبخ. لكل اخت زهقانة من مطبخها، زهقانة من المواعين، ما تكتريش على نفسك. عارفه انت تغسلي المواعين اول باول وراكي. هتعملي اكل، نبقى مثلا النهارده هنعمل محشي زي كده، زي ما انا عملت كده. اسلقي من بالليل الورق، اعملي مثلا التخديعه من بالليل، هتلاقي كله تسهل معاكي. عندك مثلا هنعمل صينيه بطاطس، هنعمل حاجات نبقى محضره برضو من بالليل، اللي هو التسبيكه، اللي هي الحاجات دي يعني، ده هيسهل معاكي خالص. المواعين تغسلي الاطباق وراكي، كوبايات وراكي على طول، ما تخليش حاجه في الحوض. اللي انتوا شايفينه ده بيبقى عندي في الحوض عشان نديكوا طاقة إيجابية، يعني عشان ده روتين، فلازم ان هو بيبقى فيه تغيير. من عارفكم يومي بيبقى ماشي ازاي. فاصلا ما بيبقاش كده خالص. بصي، مواعين وراكي على طول، اي حاجه تعمليها وراكي على طول، عشان كتر ما بتسيبي كركبه في المكان بتلاقي طاقه سلبيه، تلاقي نفسك واقفه زهجانه. انا هنعمل ايه ولا هنعمل ايه ولا هنعمل ايه؟ فهتلاقي دماغك هتشتغل. لا، دماغك تشتغل في الحاجه الصح، ما تهلكهاش على الفاضي، ما تهلكهاش كده، كل ده من صحتك. فلا، خلصت كده كوبايه، شربت شاي على طول ورايا، وتيجي حاطه في الرشاج. عملت مثلا اكله زي كده، المواعين برضو على طول بعد ما تتغدوا او تتعشوا برضو تغسليها وتحطيها على طول. ميزانية البيت عندك مظبطاها في التلاجة. النهاردة هنعمل سمك، النهاردة هنعمل فول، النهاردة هنعمل مثلا صينية بطاطس، النهاردة هنعمل مثلا مسجعة كده. فانتي هتحب المطبخ. المطبخ يبقى نضيف على طول وراكي. حاولي هاتيلك راديو صغير كده زي حالاتي، حطيه وراكي. هتشغليه على اذاعة القرآن الكريم شوية، هتشغليه على حاجة تانية شوية، وهتلاقي الوقت عدى معاكي. كده بقى كنت خدت خلاص الفراخ، خدت الشوربه بتاعتها، تمام. وكده المحشي اهيت اللي هي مروه مش مليها على الاخر، انا بنعملها على حلتين، واحده صغيره وواحده كبيره. واحده بنيجي حطها في التلاجة دي، لما تتاكل نيجي مطيبه التانية، عشان لا عملت حله كبيره عيالي هيسووه مش هياكلوه. لكن كل ما الحاجه تبقى بسيطه هتلاقي العيال تبقى مشوجه على الاكل على طول. فعملت حله اهيت، حطيت بقى ملح، حطيت مرق الدجاج برضو، حبه فلفل اسمر، تمام كده. بنظرة عيني بقى، عشان يعني في ناس بتحط طبق في المحشي، لا هو عارفة المقدار بتاعه. بنظرة عيني كده، ما بنخلوش بيبقى يعني غرقان، لا مخلي بس يدوبك مغطية كده، مغطية الصبع بس كده. نعلي وبعد كده نوطي عليه، يطلع معاكي جميل، وفي نفس الوقت مش ماسك في الحلة ولا حاجة.
وبجد أكلة حلوة بتبقى يعني الشوربة كمان في المحشي بيخليها روعة. كده كنت خلصت غرفت بقى على جد عشان عيلي ما كانوش هنا، كان عند ستهم. فاتغديت انا وقلت هم لما يجوا بقى ايه، لانهم كانوا متغدين عند ستهم، فجعت قلت بقى طب نعمل لقمه ناكلها. غرفت محشي وغرفت كده ورك ليا. تمام. الفراخ دي قبل كده عاملاها معاكم في فيديوهات عندي، يعني في فيديوهات عدت، فما حبيتش نكررها معاكم تاني. بتبقى طعمها حلو وترجيتها سهله وبسيطه في فرن بوتاجاز روعه. وادي المحشي. ممكن بقى الشوربه بنستغلها نعمل لسان عصفور. الشوربه نستغلها كده مع ليمونه مع حبه فلفل اسمر، بيبقى طعمه حلو خالص. عامه الشتاء بيبقى عايز الحاجات الدافيه على طول. فانت برضو عندك شوربه ما تكبهاش، حطها في الفريزر. هتعملي مكرونه سباكيتي هتحطيها، طبق ملوخيه برضو هتحطيها. فرضنا ما عندكش فراخ النهارده او لحمه هتنفع معاكي. كنت اتغديت بقى وخلصت ودخلت على الدولاب بتاعي. تمام كده. عايزه نقول لكم الدولاب ده انا واخده الضلفه دي عند ملك، يعني ياسين ابتديت عملت له اوضه لوحده. والعبايه دي كنت جايباها، كنت مصوره معاكم فيديو باين بيها. وده هدوم الصيفي. الحمد لله والله، هو مش بالكترة، الحمد لله نعمة وفضل من ربنا. اهم حاجة بس الراحة النفسية وراحة البال، دي بكنوز الدنيا. فدخلت واخدة الضلفة دي حاطة فيها الصيف. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يجيبه كله. مسكت بقى طبقت الدولاب بتاع ملك، لان كانت هي بقى بتاخد طبعا طقم مش عارفه ايه، فلقيت لا مش عاجبني. زي ما انتوا عارفين براءة الاطفال، يعني مش هنقعد برضو مخلصه امتحانات مش هنقعد مثلا اقول لها تعالي اعملي ومش عارفه ايه، لا سبتها براحتها بتروح عند ستها عند عمتها. خدت بقى الدولاب، قلت فرصه ان هما بره نعمل بقى ايه، يعني نطبق هدوم نعمل حاجه عشان قعدتي تبقى معاهم، لان هما في البيت العيل بيزهق برضو. فطالعين من الامتحانات فراحوا عند سته. عايزه دعوتكم الحلوه كده. خالتي تعبانه جدا والله، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. عايزاكم تدعوا لها الدعوه الحلوه كده ولكم بالمثل باذن الله يا رب، ليها وكل مريض يا رب. فربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، ما يعلم بوجع على ربنا سبحانه وتعالى، اللهم امين يا رب. الفيديو ده صورته في البيت. ان شاء الله باجي الفتره الجايه هنبقى عند خالتي، هنصور لكم ان شاء الله روتينات هناك. اساس ان انا يعني مش مسافره، وفي نفس الوقت هي تعبانه ومش هينفع ان انا نسيبها ونقعد في البيت عندي. فقلت بقى نروح هناك ان شاء الله، نستغل اليوم من اوله ان نعمل لها اكل نعمل لها شرب ناخد بالي منها. وفي نفس الوقت ان انا مصور معاكم بدل ما نسافر عند امي والوقت الجو صجع والكلام ده. فقلت ايه نقعد بقى مع خالتي عقبال ما تبقى كويسه وتشد حيلها، ان شاء الله نبقى نرجع بيتي. فهنصور لكم بقى باذن الله الفتره الجايه هناك. ان شاء الله نضيف لها البيت كده، وربنا يعيني يا رب ويعينكم. فاخواتي عايزه دعوتكم ليا ان ربنا يقدرني يا رب، ربنا يقدرني ليا وليكم يا رب، اللهم امين. كنت فعلا نفسي اروح عند امي نشوف امي ونشوف اخواتي، وحشوني والله العظيم خالص. بس طبعا خالتي ما ينفعش نسيبها، احنا في غربه. وفي نفس الوقت هي ما بتسيبنيش لما بيكون في حاجه، فنبقى قليله الاصل لو سبتها وسافرت. فقلت لها يا بنت نقعد نعمل لها. دخل علينا ان شاء الله رمضان، يجعل شهر كريم عليكم وعلينا وعلى المسلمين يا رب. قلت نعمل لها مثلا بقى تنظيفات والكلام ده، ونغلها من حاجه لحاجه عشان هي تقوم تقف على حيلها كده. الله يشفيها يا رب ويشفي كل مريض يا رب. فان شاء الله ربنا يقدرني، اكيد اللي هنعمله هيقعد ليا ولعيالي. وانتوا كمان لكل اخت اللي ربنا يقدرك عليه مع امك مع حماتك، اعملي كله قاعد في ميزان حسناتك باذن الله. قلت بقى نستغل دولاب عيالي عشان نبقى سايبه الدنيا نظيفه، نبقى ما يبقاش ورايا بقى راجعه ان شاء الله كده يبقى ورايا حاجه او كركبه او سايبه البيت كذا ولا كذا. لا قلت ننضف البيت ونظبطه كده، وبعد كده ننزل بقى اروح عند خالتي. هناخد طبعا هدوم هي مش بعيده عني، بس مش هنفضل بس رايحه وجايه. لا خلصت الامتحانات قلت خلاص ادينا هروح مثلا نقعد معاها هناك نساعدها، وادينا برضو بنساعد جوزي شويه، والله المستعان يا رب. كده بقى كنت خلصت دولاب ملك. بصوا يعني ما بحبش الكركبه بصراحه. يعني هم كم طقم ابرك من 10. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يديم علينا الستر والصحه يا رب، الصحه يا رب وراحه البال، اللهم امين يا رب. خلصت بقى ونزلت بقى رحت عند خالتي. بس فلقيتها طب تاكلي ايه؟ مش قادره تاكل خالص، يعني تقول لي مش قادره معدتي وجعاني مش قادره تاكل اي حاجه خالص. قلت لياسين ياسين روح هات لنا رنجه وتعالى ايه عشان خاطر ستك، ان اي حاجه تفتح نفسها، هي بتحب الحاجات دي.
بس فجاب لنا رنجة زي ما انتم شايفين، حطيت حبة زيت زي معلقة زيت ومسكتها كده، شوحتها زي ما انتم شايفين على النار. وهنيجي بقى حاطة بصل، مقطعة بصل وليمون. الرنجة ما بتحطش على طحينة لما بتكون انت منسترها حتت صغيرة. وحطيت بصل وليمون، قلت الأكلة دي هتفتح نفسها، والحمد لله ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض يا رب. عايزه ادعمكم ليه يا اخواتي، عايزه لايكاتكم، كومنتاتكم. كتر الف خيركم لو شاهدتوا لي الاعلانات، كتر الف خيركم شاركتوا لي فيديوهاتي. يا رب يخليكم لي يا رب العالمين، ودايما سند وظهر بعد ربنا سبحانه وتعالى. الكنز حقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه في سكتي هو انتم ناس. اللهم بارك عليكم يا رب، وربنا يحفظكم ويسعدكم في بيوتكم يا رب، ويجعل بيوت المسلمين عمر دايما يا رب. فربنا يخليكم لي، وان شاء الله فيديوهات يكون عند حسن ظنكم باذن الله يا رب. كده بقى كنت خلصت وطلعت بقى ايه، ادي الاكل اهو اتحطيته، وقلت لها يلا بقى تعالى عشان نتغدوا مع بعض. والحمد لله رب العالمين، فربنا يديها الصحة يا رب، والستر ليكم جميعا يا رب في بيتكم، اللهم امين يا رب. نسيبكم بقى فيديوهات جديدة في رعاية الله. وان شاء الله كده اخواتي استنوني بقى في فيديوهاتي عند خالتي باذن الله رب العالمين، ودعواتكم بظهر الغيب ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. نسيبكم فيديوهات جديدة في رعاية الله. السلام عليكم.